طبعا نعلم القائد عبد الله أوجلان منذ سنوات معتقل في سجن جزيرة إمرالي المعزولة، ومحروم من كافة حقوق الإنسانية. لكن بالمقابل لا نسمع صوت للمنظمات الحقوقية التي تدعي بالحقوق الإنسان. القائد عبد الله أوجلان منذ سنتين أو أكثر يتعرض للعزلة المشددة في سجن جزيرة إمرالي، حيث تدهور حالته الصحية، ولم يستطيع أحدا من أوليائه أو أقربائه أو محاميه اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان. المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي أن يقوموا بواجباتهم باتجاه القائد، لأن الدولة التركية تقوم بتشديد العزلة المفروضة على القائد، حرمانه من حقوقه، حبس حريته الجسدية وليست الفكرية، لأن القائد حر طليق فكريا بين الشعوب المنطقة. كل جميعنا نعلم أن القائد عبد الله أوجلان بفضل فكره وفلسفته، هذا الرجل الذي فكره وفلسفته عمت المنطقة وخاصة الشرق الأوسط ومناطق شمال وشرق سوريا. ونحن باسم الشعوب الحرة ندين هذا العمل والضغوطات على القائد، ونطالب بشدة الحكومات المعنية والمنظمات الحقوقية بإجراء واتخاذ اللازم لتحرير القائد عبد الله أوجلان جسديا